الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع. اليوم عندي لكم كبيسة في الصميم، كبسة لحم غنم طازج بإذن الله. كبسة البيت ما فيها أي شيء، بهارات عدلة، بصل، حبحر فقط. بنحمسها مع البصيلة والثوم لحيمتنا بعد ما تستوي بإذن الله، ثم نحمرها في الفرن ونكبس الرز على مرق اللحم. عندي هنا ملح وبهارات مشكلة وهيل، هذه إن شاء الله للكشنة. عندي هنا بصل كشنة، هذا البصل اللي نطبخ عليه. عندي هنا صنوبر ولوز صنوبري محمسهم، وعندي زبيب، وهذا ثوم، وبهاراتي العادلة: لومي، دارسين، هيل، فلفل أسود، كزبر، نجمة اليانسون، ورق غار، وفلفل حار، وليمون وطماطم. ونقول بسم الله نبدأ. إن شاء الله تبارك الرحمن. غسلت الحيماتي، هذا رز مزة أبى غسله وخامره، عنقعه، أربصه. أهم شيء فهمت أنا طبعي إذا جيت غسل الرز أحط الشاخول تحت بادية ثانية، بحيث أني اللي غسلته خلصت منه أقدر أصفيه بسهولة، أرفعه خلاص يتصفى. في البداية بحط لي شوي زيت، ما أريد مكثر عشان هذا لحم غنم، ولحم الغنم معروف انه دسم، فيه الدهن اللي يكفي. بنحمس بصيلتنا، بسم الله. بهاراتنا، الثوم، الأفضل دائما إذا حمست البصيلة هذه الحماتنا تخليها بهالشكل، لا تذبل قوة عشان طعم البصل والحمسة يجي على الحيلة. إن شاء الله تبارك الرحمن. وتزلب يا بطل. ديرنا نغطيه شوي، ثم نرجع نقلبه ونصب عليه المويه إن شاء الله. إن شاء الله تبارك الرحمن. صلي على محمد. يا سلام يا سلام. زي الحمص. بناخذ الملح، نملح الحيمتنا، نصب عليها المويه. والافضل انك ما تصب مويه حاره، لكني عجل شوي. ان شاء الله تبارك الرحمن. ولا تكثر المويه، خل المويه على قد اللحم علشان يعطيك خنه ورنه وطنه على كيفك. الحين جدور الحبحرات. يا سلام يا سلام. ليش ما حطيت الحبحر من اول؟ اخاف مع التحريك ينفق احد الحباحر، واللي بيتعشون الصغيرين مشكلة الحار. اذا طبخ عندك القدر بشكل مضبوط اتركه من ساعة وربع لساعة ونص على حسب عمر اللحم اللي عندك. يمكن تكون اللحم اللي عندك كبير فيحتاج وقت اكثر الى ساعتين، يمكن يكون اللحم اللي عندك صغير مثل هذا لباني فبتكفيه ان شاء الله ساعة وربع. كثر قرقعتي صدق. الافضل دائما تكون النار بعد ما يطبخ تشوف نبرة الضوء ممتازة، تخلي النار متوسطة، ما تخليها قصيرة ولا تخليها عالية تروح عليك المرقة، متوسطة أو أقل شوي. طبعا عندنا وقت فيما يستوي اللحم، لازم نضبط الكشنة. كشنتنا تبي تحط زيت، تبي تحط سمن، زيت زيتون، زبدة، لك ما بدا لك يا صديقي. زود الدهن شوي. وش الفائدة؟ إنه ما راح نزود للرز دهن أبدا، نبي دهن الكشنة وهو اللي يصير على الرز أطعم. حطيت البصل والزبيب. المكسرات اختياري، تبي تحطها الآن أو تبي تحطها على الرز. أنا أبيها تقرمش
عشان كذا أنا ما بحطها مع الكشنة، أنا بخليها برا، بنجملها في الأخير عشان تصير مقرمشة. أنا كتبت لكم مقادير على الشاشة. أنا اليوم ما عندي صراحة معجون طماط، فحطيت بودرة اللي هي بودرة الزعفران، وهذا الملح، وهذا الهيل. هذه المقادير مكتوبة لكم على الشاشة، صور الشاشة. طريقتي في الكشنة أشب عليها نار هادية وأغطيها إلى ذبل البصل، حركته وخليته على جنب. جينا نعس الكشنة إن شاء الله تبارك الرحمن. صلي على محمد. أوه، آخر من الآخر. يا سلام يا سلام، لها ريحة الصميم. تبي نطفي عنها الضوء، خليها على جنب جاهزة. جيت الدعس قدري ما شاء الله. يا سلام. باقي لها وقت، بس شوف اللحم ما شاء الله تبارك الله، شيء فاخر من آخر. لما تمرق ترى يروح عليك شيء كثير. اي والله عاد هذا قسم الطباخ. اخذ مريقه ما شاء الله تبارك الرحمن. نبي نشخر مريقتنا، وبعدها ان شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد. طلع اللحم التحمر، نشخلها للرز. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد. نصيحة مني يا صديقي، يجي تحمر اترك اللحمة دائما جهة الشحم أفضل. اللي تحمر جهة الشحم، لا تحمر اللحمة عشان ما تقسى عليك. هذه رزيزتنا عقب ما رقعناها تقريبا مدة طبخ اللحم ساعة وربع تقريبا. لا تحط الرز إلا لما يطبخ، علشان يا غادي معنا نثري وزن ملحك وزن دهنك الذيب. شوف المريقة اللي هناك هذيك عشان أحمر بها إن شاء الله اللحيمة. بحط عليها شوي كركم وفلفل أسود وملح، حطها على اللحيمة ندهنها، ثم إن شاء الله ندخلها الفرن. وانتوا توحونا مثلي إن شاء الله تبارك الرحمن. صلي على محمد. شوف تنابر. صلي على محمد. أنا طبخت رزيزة، نزل الحباحر، حركها ما شاء الله تبارك الرحمن إلى شرب تماما. حطينا عليه الكشنة بإذن الله. سؤال يتكرر كثيرا، شلون يصير الرز نثري؟ أهم شيء الرز يطبخ بهالشكل وتوزن الدهن، وعلى حسب نوع الرز يكون ارتفاع الماء. مثل المزه اللي أنا استخدمته اليوم ارتفاع الموية تقريبا 1.5 سم، وأنا ناقعه وقت كافي، ناقعه تقريبا ساعة وربع مدة طبخ اللحم. الزيت موزون، تشوف ما شاء الله تبارك الرحمن يطبخ مع كل الجوانب بإذن الله، يصير معك الرز نثري. إذا شرب تماما ما عاد شفت هذا كله، تقصر النار عليه وتحط كشنتك وبهاراتك المطحونة، وتقريبا نصف ساعة ساعة إلا ربع على حسب كمية الرز، يمكن يوصل ساعتين على حسب كمية الرز ونوعيته. تتركه النار مقصرة عليه تماما بعد ما يشرب مرة، ويطلع معك بإذن الله الرز نثري. ما شاء الله الرحمن. أمي تقول نهض الرز، خلاص بنحط الكشنة لازم نهضه، نحركه بهالشكل. تكسر اللي يقوله ما عنده سالفة، ما في شيء اسمه يتكسر. شوف طول الحبة، اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك. كشنتنا أنا قايل لك زود عليها شوية دهن، صبها على الرز بهالشكل. ما شاء الله تبارك الله. هذا دور بهارات مشكلة الآن، بس هذا دورها عندي بالنسبة للرز. طبعا صرنا عليه النار ونغطيه
الوقت. عندي هنا الحيمات، حطيت الشحم على فوق كله، وبناخذ شوي كركم، فلفل أسود، وملح. بنحركها وندهنها بهالشكل. بس نبي الكركم يذوب وياخذ اللون، ثم ندخل الفرن إن شاء الله. دخلنا الحيماتنا الفرن، ما في وقت محدد، عينك عليه لين يتحمر. 10 دقائق، ربع ساعة، انتبه له. قلت قبل لا ضبط الديكوريشن ويتحمر اللحم، جيت بعسر زيزة. ما شاء الله تبارك الرحمن، صلي على محمد. والله يا عليها ريحة في الصميم، ما شاء الله تبارك الله. خلونا بعد نغسل الحيمة. ما شاء الله تبارك الرحمن، في الطريق الصحيح والسليم، ما شاء الله. والله حانت لحظة الحقيقة. يابا، ما شاء الله تبارك الرحمن. وش طول حبة، ما شاء الله. شوف لون الحكاكة يا صديقي، ما شاء الله تبارك الرحمن. والتحمير اللي هناك، نبي نحط الكشن. اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. هذا وشكلنا هي طبقي اليوم. الله يجعله بألف صحة وعافية، ما شاء الله تبارك الله. ودي أخرب شكل التبسي، تسمونه تبسي انتو. المهم بس بوريكم بياض اللحمة، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد. يعني ما عليك من التحمير، لك شوف بياض اللحمة من داخل. اللهم صل على محمد، شي فاخر من الآخر. واللحم جميل ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ما تفرقه لحمته عن شحمته، لا إله إلا الله.